ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. سير 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 شعار رفعناه في قطر حيث وضعنا الخصوم في خطر، وها نحن نواصل المسير عبر بوابة المنافسة والتنظيم، وهذه المرة باستضافة مونديال الأندية وللمرة الثالثة في تاريخ المملكة. سير 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 ليس شعار يلقى على المسامع، بل تحول لنهج فيه مملكة تسير نحو الأمام بحثا عن الاستثمار في البنيان والإنسان. وهي البنى التحتية الرياضية التي تستقبل كبار العالم تعكس تلك الصورة المشرقة عن المملكة، وهي الفرصة أيضا مواتية لسفير الكرة الوطنية نادي الوداد لينافس الأبطال على لقب المونديال. إذا سير تتكرر، ولكن ليس في قطر بل في ملاعب طنجة والرباط، حيث سينطلق غدا موندياليتو المغرب بحضور ريال مدريد كبير أوروبا والوداد سيد أفريقيا والأهلي المصري من دانت له القارة السمراء لسنوات بالولاء، والهلال السعودي كبير القارة الآسيوية والكرة السعودية، بالإضافة لأندية عريقة تمثل بقية قارات العالم على غرار العنيد فلامينغو البرازيلي. هي أيام جميلة للتنافس الكروي، ولكن أيضا لإظهار الإبداع المغربي من التنظيم وصولا للمدرجات، حيث كتبت الجماهير فصولا من الإبداع في الدعم والمساندة. سير وسنسير بانتظار احتفال الافتتاح ومباراة قص شريط المنافسة هناك في طنجة في تحفة معمارية كروية ستعلن بأننا من جديد سنحتفل عبر بوابة الموندياليتو. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ملف خاص وفيها حديث في الرياضة، كلام عن مونديال الأندية. عبر الهاتف زميلنا الإعلامي في قناة الأهلي محمد سعيد. محمد أهلا ومرحبا بك. اهلا بيك ومرحب بيك اخي نوفل، وتحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم. مزيان بزاف. مزيان زوان بزاف. اهلا وسهلا بك محمد. هذه هي العباره التي كتبت على صفحه الرسميه للنادي الاهلي، وايضا عبارات كثيره جدا كانت من الشكر والثناء يعني الاشاده بالاحتفاء الذي كان في استقبال نادي القرن، كيف لا، والمحبة متواصلة وجسور الحب والود والاحترام دائما وأبدا ما بين الجماهير المغربية ونظيرتها المصرية. فمبهرة. محمد سعيد، ماذا يريد الأهلي من الموندياليتو؟ الاهلي تاريخ في الموندياليتو، يمكن دي المشاركة الثالثة على التوالي. صحيح. شارك قبل كده 7 مرات ودي المشاركة الثامنة، فبالتالي بنتكلم في أرقام تاريخية بالنسبة لنادي القرن في إفريقيا. لكن المشاركة المرة دي لها خصوصية، يعني المرة دي المشاركة لم تكن في الحسبان إطلاقا. يعني الأهلي كان وصيف دوري الأبطال بعد ما فاز الوداد بدوري أبطال إفريقيا، وبالتالي لم يكن في الحسبان أن يكون الأهلي ضيفا على كأس العالم للأندية. ولكن جاء الطلب التنظيم من الجامعة الملكية وتنظيم البطولة في المغرب لتسمح للأهلي طبقا للوائح أن يكون لك. يمكن المشاركة المرة دي لم تكن في الحسبان، لكن الحمد لله الظروف كلها سمحت أن الأهلي يكون موجود في المملكة المغربية، وان شاء الله باذن الله تكون مشاركه جيده. انا متفائل ان باذن الله البطوله هيكون فيها تواجد عربي بشكل قوي في الادوار النهائيه. نتمنى يا رب التوفيق للاهلي وللوداد وللهلال ايضا، ولكن ان طبعا الوداد والهلال في مواجهه مبكره، ولكن نتمنى التوفيق يا رب باذن الله لاصحاب التنظيم، لان بالتاكيد استكمال الوداد للبطوله هيعطي البطوله زخم اعلامي واهتمام جماهيري اكبر باذن الله. صحيح. أصداء كثيرة جدا أشاهدها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال النادي الأهلي وظروف الإقامة إلى غير ذلك. يعني كيف تقيم هذا الأمر من قبل إعلاميين، من قبل جماهير، من قبل رياضيين حتى؟ الكل يتحدث عن يعني استحسان النادي الأهلي لما حدث هناك في مدينة طنجة، من الوصول إلى المطار ثم الانتقال إلى مقر الإقامة، ملاعب التدريب، الأمور اللوجستيكية التي توفر لنادي القرن ليظهر بأفضل شكل في مسابقة كأس العالم للأندية. لا، في سعادة غامرة في بعثة فريق النادي الأهلي، من حفاوة الاستقبال، من تذليل كل العقبات اللي ممكن تواجه أي بعثة رياضية. أولا التواجد في منتجع سياحي على أعلى مستوى في مدينة تطوان، ده بيلقى بظلاله بشكل إيجابي جدا على التحضير لمباريات البطولة. بالإضافة أيضا كمان أن الاهتمام الإعلامي والجماهيري من الأشقاء بالمغرب في تواجد النادي الأهلي في هذه البطولة أعتقد كمان بيدي يعني انطباع جيد لدى البعثة الرسمية. ويمكن أنا من خلال اتصالاتي بالزملاء في بعثة فريق النادي الأهلي يمكن في سعادة بالتواجد والمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب. والسعادة الغامرة الأكثر بقى ردود الأفعال من الجماهير المغربية عبر السوشيال ميديا بأنها ستتواجد في حفل الافتتاح، وأن ملعب طنجة الكبير سيكون فيه حضور جماهيري كبير، والمساندة والمؤازرة ستكون بنسبة كبيرة أكثر كمان لفريق النادي الاهلي. فاعتقد الامور دي كلها بتلقي بظلالها بشكل ايجابي. بالاضافه لذلك يمكن الاجراء الاتصال هاتفي مع السيد فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه
للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه فور الوصول الى مطار طنجه. يمكن ده كان ليه تاثير ايجابي وادى انطباع من البدايه ان العلاقات الطيبه اللي بتجمع الشعبين او الناديين او حتى او البلدين على المستوى الرسمي والمستوى الجماهيري اكيد هيكون لها ردود فعل ايجابيه حتى على المستوى الجماهيري في هذه البطوله. واتصال مهم وترحيب مهم جدا اقول مش كناحيه دبلوماسيه، لا كمسؤول عربي يعي تماما فكره ان تكون في يعني اهتمام عربي بتواجد الانديه العربيه مع بعضها في مثل هذه المناسبات القرويه. فلذلك انا بسجل احترامي وتقديري لاهتمام فوزي لكجع بوصول الاهلي، وايضا كمان منذ قليل شفت لقاءاته مع السفير السعودي في المملكه المغربيه واهتمامه ايضا بلقائه ببعثه فريق نادي الهلال السعودي وتبادل الدروع التذكاريه وتي شيرت نادي الهلال ومسمى التي شيرت باسم السيد فوزي. اكيد كل الامور دي اكيد بتلقي بظلالها بشكل ايجابي جدا على الحفاوه العربيه والاستقبال الرائع للمغرب لهذه البطوله والحدث الكبير كاس العالم للانديه. وانا بعتقد ان هذه البطوله يا نوفل اعتقد هتكون بروفه طيبه جدا ورساله رائعه ان تكون المغرب جاهزه لاحتضان الكان ان شاء الله في 2025. هذا نقاش اخر سنواصل الحديث معك اليوم. لقاءات الانديه العربيه في مونديال الانديه من قبيل الاهلي المصري والهلال السعودي ايضا هو تمتين للعلاقات بغض النظر بعيدا عن كرة القدم، ولكن في نفس الوقت أيضا أعتقد أن الأندية العربية التي تأتي من مصر والسعودية تفخر بما تتوفر عليه المملكة المغربية من بنى تحتية، من مقرات إقامة، من مرافق أخرى لها علاقة بكل ما هو لوجستيكي يتعلق بعالم كرة القدم. ونفتخر ونتشرف كما فعلنا مع قطر أن يكون هناك ثقة من أعلى جهاز كروي كالفيفا بمنح مناسبات ومسابقات كروية من هذا النوع، وهي أيضا فرصة للتلاقي للتلاقح لتبادل الأفكار لتبادل ربما الزيارات وأيضا اللقاءات التي قد تفضي إلى تعاون مثمر في عالم كرة القدم، أليس كذلك؟ صحيح يا نوفل، يعني بصراحة المملكة المغربية يمكن البنية التحتية والأمور اللوجستية فيها وصلت لمستوى عالي جدا خلال السنوات الأخيرة، ومش بتكلم بس كملاعب أو كطرق ومواصلات، لا حتى كمان على المسائل التكوين. يعني مجمع محمد السادس في الرباط وسلا، يعني لا أنا شايف هناك التكوين والمعسكرات اللي ممكن تكون للمنتخب المغربي أو للأندية اللي ممكن تعسكر في هذا المكان إضافة كبيرة جدا. وعايز أقول لك إن حتى ردود الأفعال وانطباع مسؤولي الأهلي من التواجد في المغرب شايفين كمان إن في يعني لا تحضير جيد جدا. أولا ملعب ثانية الرمل يمكن رغم إن هو ملعب بيقام عليه مباريات البطولة المغربية لكن ملعب تدريب على أعلى مستوى. ملعب طنجة يمكن حاليا وانا بتكلم معاك اللاعبين والجهاز الفني بيتفقدوا ارضيه الملعب وبيشوفوا. صحيح، سبقهم نادي اوكلاند عصر اليوم وجاء الدور على النادي الاهلي المصري. يعني لدينا صور اوكلاند في ملعب طنجة، والنادي الاهلي يعني جاء دوره اليوم ليطلع على ملعب طنجة الكبير ملعب ابن بطوطة. فاكيد ان هذا الملعب الذي يبعد كيلومترات عن اسبانيا والذي يتنفس فيه عشاق اتحاد طنجة فارس البوغاز عشق كرة القدم، وسترون بالتأكيد في الافتتاح بعيدا عن حفل الافتتاح المبهر، ولكن سيكون هناك صدقني أشاهد صفحات التواصل الاجتماعي الكل يريد أن يشجع الأهلي لعبور عقبة أوكلاند النيوزيلندي بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. وعايز أقول لك يمكن البعثة منبهرة بالتحضير الجيد للبطولة. ملعب طنجة أرضية الملعب طبعا زيادة مساحة المدرجات، تغيير البوابات، تغيير الهيكل، الشكل الملعب من الخارج، كل الامور دي احنا بنتابعها. توسعه اصبح يتسع ل60,000 متفرج، كان يتسع ل46,000، اليوم هناك توسعه في المدرج فاصبح العدد اكبر، وان شاء الله سيصل ل80,000 ليحتضن افريقيا 2025 ان شاء الله باذن الله. وانا حسب معلوماتي كمان من خلال متابعتي ليكم بشكل مباشر يمكن كمان بنفس الامكانيات اللي شفناها في ملعب طنجة في اتجاه ان كمان في كازا ان شاء الله يكون في ملعب جديد باذن الله بيتم بناؤه خلال الفترة القادمة مع وجود ملعب مولاي عبد الله، مع وجود ملعب في مراكش وأكادير. لا المغرب قادرة أكيد لاستضافة كأس العالم، مش كأس أفريقيا فقط، لكن البنية التحتية، الفنادق، الإقامة، الطرق، المواصلات، الإعاشة، الإنترنت، الاتصالات، لا الأمور كلها الحمد لله تسير بشكل جيد والكل مستمتع. وأنا زي ما قلت لك هذه البطولة هي بروفا لاستضافة المغرب لكأس الأفريقية 2025 بإذن الله يروفل. وعلى المستوى مش هقول على المستوى التنظيمي فقط، حتى على المستوى الفني اللاعبين والاجهزه الفنيه تتحدث على ان البطوله في المغرب لها شكل ومستوى مختلف تماما، والمغرب على المستوى البنيه التحتيه لا يعني نفس الامور التنظيميه اللي شفناها في قطر. يعني الدول العربيه قادره على استضافه ابرز الاحداث، ونجاح قطر اعتقد هيكون رساله جيده ان المغرب ايضا تستطيع ان تنظم
كاس العالم للانديه، كاس افريقيا، كاس العالم للمنتخبات الكبرى ان شاء الله خلال السنوات القادمه ان شاء الله. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.